أحيانا بعض الآيات، يعني بعض الناس قد يرتكب ذنبا معينا، فعندما يقف على الآيات التي تناقش هذا الذنب يتأثر تأثرا كبيرا جدا، أيوة. ويفهمها من بين كل المصلين مثلا. أو مثلا نقطة أخرى، قد تجد باحثين وعلماء غير مسلمين مهتمين في جانب معين، فمجرد ما يلتقط معلومة يقرأها عرضا في القرآن أو كذا يتأثر بها كثيرا ويدخل الإسلام. وهذا في نماذج كثيرة دخلوا الإسلام بسبب هذا هذا صحيح 100%. وهذا اللي يعني يقودنا لفكرة أن ندعو الأمة كلها لتدبر القرآن. لماذا؟ لأن العقول مختلفة والقدرات مختلفة، والقرآن كتاب شامل ما فيه مجال من مجالات الحياة إلا وتحدث عنه. لذلك أنت لا تستطيع أن تتدبر كل آيات القرآن. يعني مثلا الآيات الكونية، كيف يستطيع واحد مثلي غير متخصص في الكونيات والطبيعيات أن يتدبرها؟ لكن لما يأتي شخص عالم فيزياء أو يأتي شخص عالم كيمياء تجد لديه تدبرات عجيبة. فأنت لما تدعو الناس لتدبر القرآن كل من تخصصه، كل من الزاوية التي فتح الله عز وجل عليه فيها، سوف ترى أن كنوز القرآن تخرج للعلن. ترى كنوز القرآن يراها المجتمع جميعا، وهذه التي تبهر الناس، لأنك أنت إذا تعرفت على مضامين القرآن سوف تزداد ثقة بالقرآن. ولذلك سبحان الله دكتور، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. صحيح. لعموم الناس مسلمهم وكافرهم. صحيح. إذن القرآن يتفاعل مع المتفاعل، ولن يفهم مقاصد القرآن إلا من يتبنى قضاياه. صحيح.